الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون المسلمون، أيها الموحدون العابدون التائبون المسبحون، بشراكم بعيدكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله. الله أكبر كلما جاهد مجاهد، الله أكبر كلما كبر مكبر، الله أكبر كلما عبد عابد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا عباد الله، إنا نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله، فهي المخرج في ظل هذه الفتن، هي المخرج في ظل هذه الفتن. كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، توبوا إلى ربكم، عودوا إليه، اعبدوه، سبحوه، الهجوا بذكره، اسجدوا له، تمروا على عتبات الربوبية، فإنه اليوم لا فلاح لنا ولا فوز ولا مخرج من هذه الفتن التي نعيشها إلا بالعودة إلى الله، إلا بالاصطلاح مع الله، إلا بعقد الصلح مع الله سبحانه وتعالى. أخرج البخاري في صحيحه من حديث طارق بن هشام أن اليهود، اسمعوا يا عباد الله، أن اليهود جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قالوا يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إنه نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذناها عيدا، لاتخذناها عيدا. فقال ابن الخطاب وما هي؟ فقالت اليهود اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الفوز والفلاح في الإسلام يا عباد الله. اليهود فرحوا بآية واحدة، حسدونا من أجلها، تمنوا لو كانت لهم هذه الآية ليتخذوها عيدا. ونحن نزل إلينا كتاب كامل قرآنا عربيا بلسان عربي مبين أنزله الله سبحانه وتعالى، فلا نلقيه وراءنا ظهريا. القرآن يا أمة القرآن، القرآن هو كلام الله، القرآن به الفوز والفلاح، القرآن حبل النجاة، القرآن هو طريق الفوز وطريق الجنة. أخرج الترمذي في جامعه والبيهقي والدارمي والدارقطني وغيرهم من حديث عبد الله بن الأعور، من حديث عبد الله بن الأعور عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنها ستكون فتنة، ستكون حروب، ستكون تمزق، سيدب في الأمة ضعف، ستتسلط علينا الأمم، سنتشتت، سنكون أعداء، سنقتتل فيما بيننا. ألا إنها ستكون فتنة، ألا إنها ستكون فتنة. فقال عبد الله بن الأعور: ما المخرج منها يا أمير المؤمنين؟ فقال: اسمع يرعاك الله، قال: كتاب الله، القرآن يا أمة القرآن، القرآن يا أمة القرآن. قال: كتاب الله هو المخرج من الفتنة، هو طريق الفوز، هو طريق الفلاح، هو طريق الجنة، هو كلام الله، والله متكلم بكلام وكلامه القرآن. قال: كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس
نازل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله، وهو الحبل المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذكر الحكيم. من قال به صدق، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يخرق على كثرة الترداد، وفي رواية على كثرة الرد، ولا تشبع منه العلماء. القرآن يا أمة القرآن، يا عباد الله، إنكم في يوم عظيم جدا جدا، يوم النحر، يوم يرضى فيه الله سبحانه وتعالى على عبيده. قال ابن القيم: يوم عرفة، يوم الدعاء، يوم التضرع، يوم العبادة، يوم التقرب من الله عز وجل، ويوم العيد، يوم الهدايا. ينظر الرب سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات على عرشه، يباهي بكم الملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى الموحدين، يا ملائكتي انظروا إلى المسلمين، يا ملائكتي اليوم أرحمهم، اليوم أعطيهم، اليوم أبدل حالهم، اليوم أتجاوز عنهم. أي رب عندكم فاحمدوه سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق العدو والحبيب، وهو الذي يعطي القريب والبعيد، وهو الذي عطاؤه منه وفضله يغدو ويروح وبابه مفتوح، هو الذي يدعوه الغريق في البحار والمحبوس خلف الأسوار كما دعاه عبده ونبيه في الغار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ولله الحمد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث نبيشة الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. ما أرحم الله بنا، ما أرأف الله بنا، فهو يرحمنا. خيره إلينا نازل، خيره إلينا نازل، ينفق علينا، يعطينا، يرحمنا، فهو الذي رزقنا، وهو الذي إذا منعنا شيئا بحكمته أعطانا أشياء برحمته. انظروا يرعاكم الله إلى الجنين في بطن أمه، كيف جعل الله له عز وجل طريقا واحدا للغذاء وهو حبل السرة، فإذا منعه ذلك الطريق أعطاه طريقان: ثدي أمه، وجعل في ذلك الثدي طعاما معلقا مباركا، وجعله باردا في الصيف كي لا يتأذى، ودافئا في الشتاء كي يتلذذ به. ثم إذا انقضت فترة الرضاع منعه 2 وأعطاه 4، منعه ثدي أمه وأعطاه 4 من الطعام: 2 السمك واللحم، و2 الخضر والغلال. ثم إذا عاش على التوحيد، وإذا تقرب إلى الله، وإذا أحب الله، وإذا سامح عباد الله، وإذا لقي الله بقلب سليم، منعوا هذه ال4 وفتح له 8 أبواب إلى الجنة. إن لكم رب يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي، إنه الله عز وجل. فيا أيها الناس، كونوا عباد الله إخوانا، كونوا متحابين، زوروا بعضكم بعضا، تجاوزوا عن بعضكم بعضا، تجاوز عن من ظلمك. أتريد أن يعطيك الله؟ أتريد أن يمنحك؟ أتريد أن يغفر الله لك؟ أتريد أن يدخلك جنتك؟ سامح عبيده. ألا تحبون، قال عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نحب يا ربنا أن تغفر لنا، وإننا نشهدك في موقفنا هذا أننا سامحنا إخواننا، وأننا تجاوزنا عنهم يا رب العالمين، فتجاوز عنا فإنك أنت الكريم الرحيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. والصلاة والسلام على النبي المصطفى، هو نبينا لا كذب، هو ابن عبد المطلب. عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، عرضت عليه الدنيا بنسائها وحريرها وذهبها وسلطانها وملكها فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع. ما جر أثواب الحرير وما لبس التاج من فوق الجبين مرصعا، وإنما هو الذي ألبس الدنيا حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا، وهو لو شاء لنالت كفه ما فوق البسيطة أجمعا. ولك الحمد يا ربنا، إليك وإلا فلا تشد الركائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا
كاذب. يا ربنا اغفر لنا، يا ربنا تجاوز عنا وارحمنا إنك غفور رحيم. يا عباد الله، إن ربكم سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويتجاوز عن الذنب. إن ربكم سبحانه وتعالى ينظر إليكم في هذه الأيام المباركة كما عند أبي داود والترمذي من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب وفرح، وهي عيدنا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وهي عيدنا أهل الإسلام. فوسعوا على أهلكم ووسعوا على زوجاتكم وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى وتحابوا. واعلموا يا أمة محمد، واعلموا يا أيها المباركون أنه لا مخرج لنا ولا فوز ولا فلاح إلا بالعودة إلى الله والتحقيق التوحيد الصافي النقي لله عز وجل. التوحيد أن نعبد الله وحده، أن نلجأ إلى الله وحده، أن نذبح لله وحده، أن نحكم شرع الله لا غيره. يا أمة الإسلام، إن الفوز والفلاح وإن سبيل العودة للعزة وللمجد وللكرامة كما كان أجدادنا هو أن نعود إلى دين ربنا، أن نطالب بتحكيم شريعة ربنا، فهي المخرج في ظل هذه الفتن. ولن نجتمع ولن نتحاب إلا حول شريعة ربنا، ففيها المخرج وفيها الدواء وفيها الشفاء. فاعملوا عقولكم يرعاكم الله، اعملوا عقولكم فاليوم عمل وغدا موت. واعلموا أنكم معروضون على الله سبحانه وتعالى، فليعد كل واحد منا للسؤال جوابا. بماذا ستجيبون ربكم الذي أعطاكم، الذي رعاكم، الذي منحكم، الذي ما حرمكم إلا ليعطيكم، وما أبكاكم إلا ليضحككم، وما أحسنكم إلا ليسعدكم، وما ابتلاكم في الدنيا إلا ليدخلكم جنة عرضها السماوات والأرض بناها بيديه فيها أنهار مطردة، فيها ثمار نضيجة كثيرة، فيها حبرة وخضرة ودار محلة ودار عالية مباركة وزوجة حسناء جميلة. أما أنت يا أيتها المباركة، يا أيتها المسلمة، يا أيتها الأم الفاضلة، اتقين الله عز وجل. لا ترفعن أصواتكن فوق أزواجكن، أطعن أزواجكن. والمرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها من أي باب شاءت. فأي فضل لك وأي مجد لك وأي كرم لك يا أمة الله. اتق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء اتقين الله فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لماذا؟ لأنكن تكفرن العشير وتتبرجن. يا معشر النساء اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله واحفظن ألسنتكن عن الغيبة والنميمة، فإن الغيبة أكل لحم المسلمين بغير حقه، أكل لحم المسلمين وهي جيفة، وهي بالدنيا جيفة، ويوم القيامة حسرة وندامة. اتقين الله، لا تخرجن إلا بالإذن، لا تخالطن الرجال، سرنا على حافة الطريق كما كانت الصحابيات يلتصقن بالطريق حتى تلتصق عباءتها بالطريق. لا تتعطرن، فإن كل امرأة تعطرت وخرجت إلى الطريق فهي زانية كما قال صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، لا تتنكروا لربكم، لا تتنكروا لشريعة ربكم، كونوا عباد الله إخوانا، لا تكونوا كذلك الذئب لتلك العجوز. وأختم بهذه القصة أن عجوزا كانت لها شاة والدة وكان لها جد يرضع منها، فخرجت يوما إلى الغابة لجمع الحطب وكان لها كوخ، وبينما هي تبحث في الغابة وجدت ذئبا صغيرا ويوشك على الهلاك. قالت: ذئب صغير لآخذنه ولأكسبن به معروفا. فعادت به إلى شاتها فوضعته معها يرضع من لبنها، يلعب معها، يداعب جديها، والعجوز تخرج وتعود. ومرت الأيام وإذا بالذئب يكبر ويبرز مخلبه ونابه. ونظر يوما إلى المرآة وقال: إلى متى سأظل أشرب اللبن وأنا ذئب؟ ثم التفت على شماله فوجد البغدور
ذات المعزة فانقض عليها وبقر بطنها. انظروا إلى الغدر. فعادت العجوز وتحمل الحطب على رأسها، فلما رأت هذا المنظر المفزع ألقت الحطب على رأسها وقالت أبياتا ترثي حالها، ترثي غدر الذئب الذي أطعمته، الذي آوته، الذي أنقذته من الهلاك. وكذلك الإنسان، وكان الإنسان لربه ظهيرا. إن الإنسان لكنود. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الله يطعم ويشكر غيره، الله يخلق ويعبد غيره، الله يعطي ونتودد إلى غيره. أي ذلة وشقاء. فنظرت إلى الذئب وقالت أبياتا، قالت فقرت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشاتنا ولد ربيب. كبرت فينا وغديت من درها، من أنباك بأن أباك ذيب. إن كان الطباع طباع لؤم فلا أدب ينفع معك ولا أديب. لا تكونوا كهذا الذئب الذي تنكر للمعروف. لا تتنكروا لربكم ولا إلى شريعة ربكم، فهو الذي أظهر ديننا في هذه البلاد، وهو الذي جمعنا، وهو الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم تقبل منا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم نناشدك الشام يا كريم. اللهم ارحم الغرباء في الشام يا رب العالمين. اللهم انصر الشام، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وخاصة في أرض الشام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين فيك. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم لا تعد منا اليوم واحدا شقيا أو محروما. اللهم تب على العاصين، اللهم تب على المذنبين، اللهم تب على العاصين، اللهم تب على المذنبين. اللهم ردنا إليك رده، ردنا إليك رده. اللهم ارحم موتانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم ارحم فقراء المسلمين، اللهم ارحم فقراء المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصل وسلم وبارك في البدء والختام على محمد خير المنام. يا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يحب المتصدق. يا أيها المذنب، يا أيها المقصر، يا من كبلتك الذنوب، يا من قيدتك الذنوب، لا حل لك ولي إلا الصدقة، فإنه هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويقبل الصدقات. وهو الله سبحانه وتعالى كما عند الترمذي بسند حسن صحيح عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. تصدقوا بارك الله فيكم على إخوانكم، تصدقوا بارك الله فيكم على إخوانكم، دروا عليهم من مالكم، فالمال ماله والعبيد عبيده والأرض أرضه والسماء سماؤه. وتقبل الله طاعتكم، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.